هو احنا مش لسه ملاعبين الفرقه دي يا جدعان؟ ما يمكن ده ماتش العوده يا جدعان. لا هما العالمين قريبين من بعض، بس عالمين ايه اللي قريبه ابو صلاح؟ انت مبرشم، ده ولا 8 ساعات بالطياره يا ابني. قصدي العالم بتاع الدولتين شبه بعض. طب وكده نفس الخطه ولا ايه؟ ايوه فهمت، زي كفر الشيخ وشرم الشيخ. انا تعبت. طب نركز دلوقتي في اللي جاي يا ريت. انت ايه اخبار الخلفيه؟ انت بتقول ايه يا عميد؟ يا عم قصدي على اصابتك اللي في العضله الخلفيه. يعني شغاله الحمد لله. يعني جاي الماتش ولا ايه؟ ظبط وكلمني. لا مش وقت، ما اعرفش والله يا عميد، دي بتاعت ربنا يعني. وانت يا فتوح ايه الدنيا؟ انا تمام الحمد لله. انت ايه الاخبار يا اسطى؟ انا داخل اسال على احوالك، انا بتكلم على اصابه. يعني شغاله. هي فين صحيح؟ مش عارف، بقالها فتره ما بتظهرش. ده انت فوق خالص يا جدعان. ما هو احنا لازم نلاقي حل، انتوا لازم تلعبوا. هنعمل ايه بس؟ الدنيا والله حظنا كده. بقول لك ابو صلاح، انتوا كنتوا بتعملوا ايه عندكم في ليفربول؟ يعني بالنسبه لحوار الاصابات ده بنتعالج عادي. فولتارين يعني؟ لا يعني حاجات احدث شويه. كيتامين يعني؟ انت تتنيل تسكت عشان الدنيا ملبشه لوحدها. يعني مثلا في الايس باكيت تشالنج اهو. قال لك ايس يا ابني؟ اهدى يا ابني، اشرح. ابو صلاح بنجيب جردل تلج كده ونقعد فيه شويه، نقوم بعدها الدنيا تمام، بس بتاخد وقت شويه. يعني وقت قد ايه؟ يعني ممكن 5 دقايق كل يوم، وبيتم الاستشفاء الكامل في خلال اسبوع. 5 دقايق في اليوم في اسبوع يعني 35 دقيقه. انت بتفكر فيها عالمي. يعني لو عايزين نلم الاصابه دي في يوم، نسيبكم في ثلاجه الفندق نصايه، وبعدها طلعك تفك شويه قبل الماتش. لا يا عميد انا مش نص فرخ عشان مصر يا ابو صلاح. ما هو عشان مصر ما ينفعش والله. هي نصايه وهطلعك، وسيبنا فك واديني بعدها وش فيجيتار. يا حلو يا مقرمش يا ابني. فوق يا ابني، الله يرضى عليك. ده عايز يجمدنا يا ابو صلاح. ما احنا كده كده جامدين، مفيش فايده. طب خلينا نراجع الاسباب الفنيه دلوقتي، ونشوف حوار الفريزر ده بعدين. يا ريت يا عالمي. افتح لنا كده جوجل ابو صلاح. هنعمل الخطه اونلاين ولا ايه؟ الاي اي ما خلاش حاجه. استرها يا رب. شوف ما هي نقط ضعف المنتخب الاسترالي. ضعف الحكام وفرض الضرائب الباهظه. يا اسطى دي اسباب سقوط امبابه يا اسطى. بيقول لك بقى عالمي ان اهم نقط قوتهم هي في الدفاع. هم بيقطعوا علينا ولا ايه؟ بيقلدوك يا عالمي يا ابني. ما انا لسه قايل كده حبيبي يا عالمي. تاني حاجه بيقول لك القوه البدنيه والالتحامات. طب كويس ان مش لاعب. وده هنعملها ازاي دي؟ ما نلتحمش معاه. يا مزاجك يا ابو صلاح، ده تفكير اوروبي ده. بص انا عندي فكره. كل ما حد فيهم يجي يلتحم مع حد فينا، يقوم الحد بتاعنا يرجع بجسمه لورا شويه، يقوم الحد بتاعهم يقع على الارض بدل ما يخبط في الحد بتاعنا. ده تفكير ابن المرتدات الخاطفه. يعني ايه؟ يعني بيخطفوا الكرة ويجروا، بياخدوك على غفله. ده شغل نشارين ده عالمي، انا عارفه كويس. اخر حاجه التدوير الذكي. يعني ايه يا اسطى؟ امال انت جاي تعمل ايه؟ التدوير ده عالمي. يعني مفيش لعيب عندهم بيترمي في الزباله. اي حد بيبوظ بيقعد تدويره ويعملوا منه لاعب اعلى. يا ابني هي باكيجات فيفا. بص يا رجاله، انا عرفت هنعمل ايه. قول يا عميد. فاموس بقى وخلاص. يعني ايه الجرينتا وكده؟ لا خير باذن الله. العب يا منتخب، يلا كل الناس وراك، يلا مصر مصر صوتنا عالي، مصر مصر حلمنا غالي يا احمر. يلا شد وهاجم، الفرحه جايه والملعب ولع. يا 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 مصر يا حتة من قلبي، يا فرحة ساكنة في بيتي، يا ضحكة أمي لما تفرح، يا أجمل حاجة في دنيتي. ناسك يا مصر جدعان، وقت الشدة سند، لو الدنيا تيجي علينا نفضل واقفين للأبد. في كل شارع صوت بينادي، في كل قهوة ألف حكاية، كل العيون على الشاشة والقلوب مليانة راية. الطبلة علي الصوت، خلي الهتاف يلف البيوت، من الصعيد لحد بحري كلنا واحد وقت الجد. سينا معانا
بسم الله رحنا وجينا وجبنا النصر، هدية لمصر وغالية علينا. بسم الله كلنا صلينا وقلنا يا رب انصرنا يا رب يا عالم بينا. بسم الله كده رحنا وجينا وجبنا النصر، هدية لمصر الغالية علينا. يا رب اكرمنا يا رب، اكرم الفريق الاحمر ذو التيشيرت الاحمر يا رب، وعديها يا رب، نعدي بس استراليا واللي يحصل يحصل، بس نعدي يعني يا رب. انت عالم بالحال يا رب، يعني اللي عنده حاجه بيبقى زعلان بسببها. منتخب مصر كسبان، الروح المعنويه عاليه، نرفع ايدينا كلنا وندعي. ولا أي كلام ولا أي كلام في أغاني ألف حبيبتي وكفاية. ده أنا مصر حبيبتي، ده أنا مصر حبيبتي في كفة وكل الدنيا في كفة. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين ننكرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها، شايلة في همومنا على كرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين ننكرها ولا صباح الخير صباح النصر، كلنا واحد بنشجع مصر.